لون دهان شقتك تختاره ازاي؟ كمبيوتر ولا عادي؟ تعال الاول اقول لك الفرق بينهم. دهان الكمبيوتر دهان متصنع آلي مش يدوي، كل لون بيكون ليه كود معين، ميزته انك بتقدر تجيب نفس الدرجه بالظبط في الشقه بتاعتك كلها، حتى لو بعد فتره حبيت تجد نفس اللون هتلاقيه ما دام الكود معاك. او عايز تصلح مشكله في جنب واحد بس، مش هتشوف اختلاف ما بين القديم والجديد. مشكلته بقى انه غالي حبتين، وممكن توفر لو عملته يدوي، تقريبا هتوفر تلت التكلفه اللي هتصرفها على دهان الكمبيوتر. وانا النهارده هقول لك ازاي توفر في الدهانات العاديه وما توقعش في المشاكل اللي ممكن تقابل. اولا لازم تحسب نسب الخلط بتاعتك بالملي، بمعنى هتجيب بستله الدهان الابيض اللي انت عايز تلونها وتاخد منها لتر بس تجرب عليه، وهتجيب اللون اللي انت عايز تلون بيه هتاخد منه بالسرنجه وتحط نص سنتي بالظبط وتشوف، وواحده واحده كل شويه تزود نص في نص، وتعمل تيست على الحيطه في كل مره وتستناها تنشف لغايه ما توصل لدرجه اللون اللي انت عايزه. خد بالك انت جربت على لتر واحد بس والبستله 20 لتر، اكتب بقى النسب دي في ورقه واحفظها. ضاعف بقى الكميه اللي انت حاططها على اللتر دي 20 مره لو هتستخدمها على البستله كامله، واكتب النسب دي في ورقه واحفظها عندك عشان لو عوزت تستخدمها في اي وقت تاني. كده انت وفرت وفي نفس الوقت بعدت عن المشاكل اللي ممكن تقابل. الا مشكله واحده بس، دهان الكمبيوتر بيكون افضل ودرجته على الحيطه بتعيش اكتر، ما بيصفرش ولا بيجير. ممكن كمان تتحكم في درجه اللمعان بتاعتك، لمعه كامله، نص لمعه، ربع لمعه، مطفي، والافضل خليك في النص او الربع. وممكن كمان تختار دهانات بلاستيك قابله للغسيل او دهانات مقاومه للبكتيريا، بنحطها في المعامل والمستشفيات وكمان الحضانات. وافضل شركه طبعا جوتين، والاغلى بعدها GLC. فلو امكانياتك تسمح اشتغل كمبيوتر، ما تسمحش خليك في اللي قلت لك عليه. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده.